طيب، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. بص بقى، العبد المؤمن مثل روحه، العبد ده ثم تطرح روحه طرحا، ارمي في الزباله. شوف الاهانه، ان روح المؤمن كرامه تنزل، ينزلوها كده، تنزل يشيعوها الملائكه المقربون، دي تترمي ارمي بلا قرف، تترمي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، لا يستطيع أن يجيب. مش عارف اسمه إيه، لا أدري، مفيش هناك برشام ولا حد هيغششه ولا بتاع، مفيش. لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. العبد المؤمن ربنا قال أن قد صدق عبدي. العبد الكافر والمنافق يقول الله عز وجل أن كذب ولم يقل عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. لو واحد عنده كسر في الشرخ بس هنا كده ما يعرفش ياخد نفسه، ما يعرفش، لو بس حتى صدره تعب ياخد نفسه بالعافيه، فما بالك بواحد الابرك طرف عليه كده هيدخل اضلاعه في بعض كده. وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. الكلام ده كله كلام مين؟ الشعراوي؟ كلام البخاري؟ كلام مسلم؟ كلام احمد بن حنبل؟ الشافعي؟ مالكي؟ الكلام ده مين اللي بيقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده انه كان بيستعيذ بالله من عذاب القبر، كان بيؤمر اصحابه ان يستعيذوا بالله من عذاب القبر، والحديث الطويل ده والاحاديث الكثيره دي مش كلام لا احمد ولا مالك ولا الشافعي ولا البخاري ولا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يعني مش مانع ليهم اللي بينكروا عذاب القبر. هم في الاصل بينكروا السنه اصلا، خلي بالك هي الاصل كده. هم لو جابوا من الاخر هيرتاحوا: يا جماعه احنا بننكر السنه، مش بننكر عذاب القبر والمسيح الدجال، لا قولوا احنا بننكر السنه. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا الأجل. المهم يضيق عليه قبره، يجي الرجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من انت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر. فيقول له: انا عملك الخبيث. ياتيه رجل منتن: مين انت؟ انا عملك يا حبيبي، انا معاك، انا سبك للدين وانا عقوبك وانا تركك للصلاه وانا 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 انا قدامك قاعد معاك يوم القيامه. ده انت لو بتصلي واحد واخد توم جنبك بتبقى بتقول: يا رب الامام يجري شويه عشان مش طايق من ريحه التوم. لو صلى جنبك واحد عزك الله شغال مثلا في يعني مثلا بتاع الزباله، وطبعا كل الشغل الحلال شرف، بس مثلا ساعات يخش واحد هو المفروض الاصل انه ما يخشش كده، بس اضطر انه يخش يصلي عشان صلاه الجماعه، يخش مثلا فتبقى شامم ريحه وحشه جدا مش طايق. طبعا كل الشغل الحلال شرف وكل الشغل زي بعض طالما حلال، لكن الشاهد ايه؟ اللي ده منتن الريح منتن الوجه وقاعد معاك يوم الدين. يا رب لا تقم الساعه. الله، طب المفروض تقول اقم الساعه يا رب عشان تخلص من الراجل ده؟ لا، ما هو شاف البلاوي اللي جايه. لما شاف البلاوي اللي جايه قال لك اقعد مع ده شويه واطول احسن. اما اقعد مع ده شويه ماشي احسن، ما هو فتح له باب من النار وشاف النار قال لي اقعد مع ده، ما اروحش هناك اشوف اللي انا شفته ده. طيب، في روايه: انا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعه الله سريعا في معصيتي فجزاك الله بشر. روايه ان هذا الرجل الخبيث المنتن الريح
هيجلس مع الكافر والمنافق في القبر فيقول له ايه؟ انا عملك الخبيث. هيكلمه بقى يقول له ايه؟ قد كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله بشر. يقول له انا عملك الخبيث لانك كنت بطيء في طاعة الله سريع في معصية الله فربنا جزاك الشر بسبب اعمالك. في ناس كده في الدنيا في طريق ربنا يمشي كالسلحفاة، طريق الشيطان بيجري